في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن ادن مهمه بنحتاجها في شغل الكوردينيشن على برنامج النافس، بتسرع كتير في الورك فلو الخاص بالكوردينيشن، وهي ادن كلاش تريكس. هنبدا ان احنا نشرحها ونشرح شويه مميزات فيها. اول حاجه انا ببقى مدخل الفايلات بتاعتي، ما عنديش اي سيتس معموله، ولسه هبدا ان انا اكريت كل ده عشان اقدر اعمل الكلاش ديتكشن بتاعي. طبعا دي حاجه بتاخد وقت ان انا ابدا اعمل السيتس، فنقدر نوفر الخطوه دي. اولا احنا بنعمل اكسبورت للبروبرتيز، بلاقي ان هو فتح لي هنا الكاتيجوري اللي موجوده جوه الفايل بتاعي، يعني من فايل الميكانيكا كل الكاتيجوريز اللي موجوده جواه. لما اجي كاريت السيتس انا ممكن اكون في كاتيجوريز انا مش عايزها، وليكن مثلا انا مش عايز غير البايبس والدك، نقدر ان احنا نمسح كل دول، امسح كل اللي انا مش عايزه، انا مش محتاج غير الوول، وهسيف الفايل عادي وهرجع تاني للنفس. هختار من هنا تيست بيلدر، هنا في شويه اوبشنز انا اقدر ان انا اتحكم فيها، مش بتفرق كتير في الشغل، يعني مش هتفرق معايا كتير على حسب الاحتياج بتاعك وانت شغال. في الاخر انا هقدر ان انا اسلكت فايل الاكسل اللي انا صدرته بتاع الكاتيجوريز. الخطوه اللي احنا عملناها في الاول ان انا اطلع فايل الاكسل، لو انا ما عملتهاش انا مش هقدر هلاقيه، هو هنا مش فاتح لي الاوبشن بتاع جنريت. ادوس جنريت، هو هنا عمل السيرش سيتس، يعني هو جايب لي النتيجه ان هو عمل تيست والسيتس. لو فتحت السيتس هلاقي ان هو عمل للوولز وللبايبس وللدكت، دي العناصر اللي انا سبتها بس في فايل الاكسل، وهلاقي ان هو عمل كل التيست ما بين السيتس وبعضها. ولو عملت هنا ران للتيست هلاقي ان هو جاب لي الكلاشز كلها مفيش مشكله فيها. تاني حاجه هنتكلم عليها هي البالك اكشن اللي الادم بتقدر تعمله. اي تيست موجود هو بيبتدي ان هو يجيبه هنا، واقول له مثلا ان انا محتاج ان التوليرانس يتغير، ممكن اغير الكلاش تايب، هلاقي ان هنا التوليرانس بتاعتهم اتغيرت ونوع الكلاش اتغير، انا قدرت اغيرهم كلهم مره واحده. كمان اقدر ان انا اصدر كل الكلاشز اللي عندي، يعني انا هنا الدك مع البايب تمام، انا هغير الستاتس بتاع كل الكلاش زي ما انا عايز في الاكسل، وهسيف الفايل. هقدر من النافذ من نفس الاوبشن اعمل امبورت للفايل اللي انا لسه مسيبه، ومن هنا هقول له ابديت اول. بمجرد ما بدوس ابديت اول هو بيغير كل الستاتس بتاعت الكلاشز دي. طيب احنا اتكلمنا على كلاش تريكس، هي اداه مدفوعه بيديك ترايل 14 يوم، ممكن تستغلهم بالاكونت بتاعك، ولكن في اداه مجانيه وهي بوديجيم. اداه بتسهل الشغل كتير، اكيد مش زي كلاش تريكس ولكن فيها اوبشنز تقدر تستغلها. طيب ايه الاوبشنز بتاعتها؟ اولا هو هنا بيستدعي لي كل السلكشن سيت وكل السيرش سيت، واقدر من السيرش بار ده اقدر اسرش على اي حاجه انا عايزها. اول حاجه اقدر اعملها عندي تو اوبشن ان انا اعمل كلاش تيست بتاعي بمنتهى السهوله. الاوبشن الاولاني ان انا من السيرش سيت او من السلكشن سيت اقدر ان انا اعمل كلاش تيست. عندي الاوبشن بتاع اكسكلود سيلف تو سيل، لو انا محتاج العنصر مع نفسه بشيل التشيك بوكس، لو انا مش محتاجه بسيب التشيك بوكس. هنا برضو بقدر اختار نوع الكلاش، وهنا توليرنس اللي انا محتاجه بالملي، هلاقي ان الكلاشز كلها اتعملت، وهنا حط لي البريفكس في الاول. لو انا مثلا ضفت هنا اي حاجه وقلت له ابديت هلاقي ان هو بيعمل ابديت، كل حاجه مظبوطه. لو انا قلت له مثلا ده 25 كل حاجه عندي بتبقى مظبوطه. ولكن المشكله ان انا ما اقدرش اغير حاجه لوحدها، يعني انا مثلا لو مختار ده وقلت له هارد وقلت له ابديت هيعملهم كلهم. طيب لو انا عايز افصل الكلاشز عن بعض او كل كلاش بتولرنس غير التاني، هقدر ان انا اعمل ده عن طريق الاوبشن التاني. هنشوف ممكن نستغل ده ازاي. اختارهم كلهم واصدرهم للاكسل. محتاج ان انا احدد حاجتين بس، اولا نوع الكلاش والتولرنس اللي انا محتاجه. انا خلاص ظبطت كل حاجه في الاكسل، هيطلب مني ان انا احدد الفايل، هلاقي ان هنا عادي كل كلاش ليه الخاصيه بتاعته طبقا للي انا ظبطته في الاكسل، عمل لي كل الكلاشز بتاعتي مفيش مشكله فيها.